اهلا وسهلا بك يا صديقي العزيز في حلقه جديده من برنامج في الكورنر. في الكورنر المكان اللي بنقعد فيه على جنب ونشوف كل حاجه من وجهه نظر مختلفه ومن منظور مختلف. معكم بسام علي، وعدكم ان انتوا هتطلعوا بمعلومه مفيده ويمكن لا، الله اعلم، بس وعدك ان انت هتستمتع. مشروبك المفضل، ويلا بينا نبدا حلقتنا. ما تنساش صلي على النبي. يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات، يا كاتب التاريخ عنوان الورقات. كان دايما في ظهر المدافعين، طويل وضخم وعينه مش بتسيب خصمه. بس الحكايه ما كانتش كلها عنف وتهور، كانت غيره على القميص. حكايه هزت العالم في لحظه، لحظه دخلت التاريخ، لحظه غيرت تاريخ الكره كلها. كان حديث العالم ساعتها ماركو ماتيرازي. ماركو ماتيرازي اتولد 73 في مدينة في جنوب إيطاليا اسمها ليتشي. الأب كان مدرب كورة، يعني الموضوع في الدم يا صديقي. ماركو ماتيرازي يا صديقي لف على فرق كتير في الدوري الإيطالي، ولكن أشهر فرقة فيهم كانت فريق سينا في دوري الدرجة الثانية في الدوري الإيطالي. وساعتها بدأ ماركو ماتيرازي العين تبقى عليه. وفي سنة 98 يا صديقي ماركو ماتيرازي يطير على إنجلترا في تجربة صغيرة ما كانتش ناجحة مع فريق إيفرتون، عشان ماركو ماتيرازي يلعب موسم واحد بس مع إيفرتون، وبعدها يقرر إن هو يرجع بلده تاني عشان تبتدي حكاية جديدة معاه وهي فريق بروجيا. ساعتها يظهر على الساحة بقوة جديدة، ويظهر اسم ماركو ماتيرازي في الدوري الإيطالي مدافع، وسجل 12 جول، وده كان رقم مخيف جدا على المدافع وخصوصا في الدوري الإيطالي، عشان تبتدي الصحافة ساعتها تتكلم عن ماتيرازي. وبسرعة فرق كبيرة في إيطاليا يلفت نظرها ماتيرازي. ولكن 2001 الفريق اللي يقدر يخطف ماتيرازي هو انتر ميلان عشان يبتدي معاهم سيزون جديد. ومن اللحظة دي لبس القميص الأزرق في أسود، بقى رمز من رموز النراتزوري. ماتيرازي يا صديقي لعب مع انتر ميلان 10 سنين، كان دايما راجل في قلب الدفاع. لعب مع أسامي كتيرة في الانتر زي مايكون، زانيتي، كامبياسو، ودييجو ميليتو. كان معروف عنه يا صديقي انه مش بس بيدافع، وده كان التقليدي في ايطاليا، لا، كان بيخش في كور ثابته كتير وكان بيهدف منها، كان على طول بيزعق لزمايله وكان بيحارب لاخر ثانيه في الماتش. ولكن يا صديقي برغم كل اللي قلت لك عليه، تيجي اللحظه اللي الناس كلها تعرف ماركو ماتيرازي والعالم كله يتكلم عنه، هو نهائي كاس العالم 2006 بين فرنسا وايطاليا، عشان زيدان يخش يسجل اول هدف من بلانتي. الركب بوفون، زيزو، زيدان والهدف لا يضيع لهدف. هدف 1-0 للفريق الفرنسي. ولكن التعادل يجي عن طريق ماتيرازي، رأسية صاروخية تسكن الشباك. تعادل الايطالي ماركو ماتيرازي. قلت لك يظن وانا اظن وانت تتاكد. 1-1. ولكن يا صديقي مش ده سبب شهرة ماتيرازي في الماتش ده، عشان اللي حصل بعد كده هيغير كل حاجة. ماتيرازي يا صديقي يقول لي كلمة لزيدان أو جملة لحد دلوقتي محدش يعرف إيه هي، عشان زيدان يلف وشه يا صديقي وينتح ماتيرازي نطحة هي الأشهر في التاريخ. زيدان ساعتها اتطرد عشان فرنسا تكمل الماتش وهي ناقصة لاعب، يوصل الماتش ضربات الجزاء، تكسب إيطاليا كأس العالم. وساعتها ماتيرازي بقى بطل في نظر شوية، وبقى شرير في نظر شوية تانيين. مع الإنتر يا صديقي فاز بكل حاجة، فاز معاهم ب5 دوري، 4 سوبر، 1 كاس ايطاليا، ومره دوري ابطال. وكان جزء يا صديقي من الثلاثيه التاريخيه سنه 2010 مع المدرب العبقري خوزيه مورينيو، عشان في 2014 يختم مسيرته مع فريق في الهند وهو اسمه شانيين. مش عارف بقولها صح ولا غلط يا صديقي، عدها لي. عشان يختتم مسيرته يا صديقي كلاعب وكمدرب مساعد، وكان هناك يا صديقي في الهند كان مصدر شغف كبير في الدوري الهندي. ودلوقتي يا صديقي معانا شويه ارقام ومعلومات عشان لو بتلعب مع اصحابك على القهوه تكسبهم. 41 ماتش مع منتخب ايطاليا، جاب فيهم هدفين في كاس العالم 2006، 10 اهداف في موسم واحد مع الانتر كمدافع. وزي ما قلت لك من شويه معاه 5 دوري ايطالي، ومعاه 4 سوبر ايطالي، وواحد كاس ايطاليا، وواحد دوري ابطال اوروبا، وكاس عالم 2006. وسؤال الحلقه يا صديقي، لو ماتيرازي كان مصري تتوقع كان قال لزيدان ايه؟ ناس كتير يا صديقي تفتكر
ماركو ماتيرازي بسبب النطحة وبس، ولكن في ناس كتير ما تعرفش إنه كان من أعظم المدافعين في جيله، كان أعندهم وأشرسهم، مقاتل مشاغب. ولكن يا صديقي، ماركو ماتيرازي عمره ما لعبها بهدوء، كان دايما لازم يسيب بصمته. ولو عجبتك الحلقة يا صديقي ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب، اتفرج على الحلقات اللي فاتت، اتفرج على الحلقات اللي جاية، اعمل أي حاجة يا صديقي، المهم صلي على النبي.